أهلا بيكم في مطبخ سلوى جودة. أرجو الاشتراك في قناتي وتفعيل الجرس، وما تنسوش اللايك والشير وتعليقاتكم الجميلة. وتعالوا نشوف وصفة النهاردة. السلام عليكم، أهلا بيكم حبايبي ومتابعيني في مطبخ سلوى جودة. حبايبي شايفين بقى طبق المفتقة الهايل ده؟ الطبق ده مش قادرة اقول لكم طعمه روعة قد ايه، وعملته لكم بقى بتكاتي وبطريقة جدتنا، والطعم روعة روعة روعة. وتعالوا معايا نشوف الطبق الهايل ده اتعمل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم اجعل يومنا عاطر بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم الله. نيجي بقى حبايبي المكونات الحلوة الهايلة بتاعتنا دي، بتاعت ايام جداتنا وامهاتنا بقى، رحم الله الجميع. الوصفة الشتوية الجميلة اللي بتسمن وبتتخن. معايا حبايبي 2 كيلو عسل. المقدار ده على 2 كيلو. لو هتعملي كيلو نصصي المقادير دي، عشان انا يعني حبايبي كده قصدني في برطمان وكده. ومعايا كوباية زيت، ومعايا نص كوباية دقيق. والسمسم والسوداني ملهمش مقادير، انا حاطه كده يعني بالبركه كده، انا بحب ازود شويه اهو. ممكن تحطي كوبايه من هنا وكوبايه من هنا، نص ونص على حسب امكانياتك، لان دي بتبقى طبقه مكسرات على الوش ملهاش اي مقدار، حسب امكانياتك حطي. وفي سوداني مش غالي اهو، بنجيبه من خامات الحلواني بدون ملح، بيبقى سعره مش غالي قوي. وفي كارفور كمان بيبقى ب20 جنيه لو بتجيبي من كارفور. ومعايا بقى اللي هي بتاعت الحلبة اهي، دي الحلبة المرة اللي بنحطها في الاخر. حوالي معلقة كده، او يعني معلقة صغيرة ممكن، عشان دي قطرها بيمرر. ومعايا هنا المفروض ان انا احط مغات، بس للاسف انا لسه ما نزلتش البلد، فحاطه حلبة محوجة عارفينها، اللي بتتحمر شبه المغات دي، هي دي. ومعايا فصين مستكة، مش عارفه باينين في الطبق ولا لا، اهم فصين مستكة اهم، دي التركايه بتاعتي. وفي بقى اللي بيحبوا يحطوا الحبه الخضراء. هي الحبه الخضراء يعني لو حصل خلل في تسويتها بتمرر الوصفه. فالحبه الخضراء بتحمريها في شويه زيت، بتدقيها تطحنيها وتحمريها في شويه زيت وتصفيها تماما، وتاخدي الزيت تحطيه على وش الحلبه بعد ما تخلص خالص. هي دي الحبه الخضراء، وانا بالامانه ما بعملهاش. خلاص كده، يلا بينا بقى نبدا الوصفه بتاعتنا. وفي حبايبي هنعصر نص ليمونه بس على الحلو. يجي حبايبي بقى بعد ما سخنا الطاسه، بسم الله الرحمن الرحيم، انا هحمر المكونات في طاسه وبعد كده هنقلها في حله، عشان الطاسه مش هتنفع في العسل بيفور. الزيت بس يسخن وهنزل بالدقيق زي ما قلت لكم، نص كوبايه دقيق. حبايبي نص كوبايه دقيق او 3 معالق كبار بتوع اكل، في الحالتين بيبقى ال3 معالق برضو بيعملوا نص كوبايه اهو حبايبي. واقلب بقى كده واهدي النار بس عشان الدقيق ما يتحرقش مني. ضروري بقى يعني ادي الدقيق كده تحميصه ضروري، تمام، عشان اضيع منه ريحه الدقيق. تمام يا حبايبي اهو. وانزل معاه فصين مستكه، عشان انا عامله 2 كيلو. تمام اهو. وانزل معاه بالحلبة او المغيط، المفروض مغيط بس انا للاسف ما نزلتش البلد. تمام. بصوا بقى ريحته تحفه، ريحه الحلبة المحوجه عامله زي ريحه المغيط، ريحتها تحفه. اقلب لما حاجتي كده تاخد تحميصه شويه، وبعد كده انزل بالسمسم والسوداني. تمام يا حبايبي، احمص كده حاجتي كده شويه
ضروري كده ايه حاجتنا ايه دي تاخد ايه تحميصه حلوه كده عشان يبقى طعمها حلو ايه في الوصفه، ما تحسيش بطعم الدقيق وانت بتاكلي. وطبعا تكوني منقيه السمسم ومنضفاه عشان السمسم ساعات بيبقى فيه حاجات مش حلوه. ضروري السمسم يكون متنقي عشان ما ايه ما فيش حاجه تقرش ولا حاجه. انا مهديه النار يا حبايبي ها عشان ايه ما فيش حاجه تتلسع مني. دايما التحمير والتحميص يبقى على الهادي كده عشان الحاجه كده ايه تاخد وضعها في التحمير وما تتلسعش. انزل بقى بالسمسم المتنقي وبالسوداني. تمام. واديهم برضو تحميص. وعايزه اقول لكم على معلومه حبايبي عشان ما حدش يقع فيها. الحلبه بقى المره اللي هي تحويجه الحلبه الرئيسيه دي ما بتتحطش دلوقتي خالص عشان دي كتر تسويتها بيقلب بمراره. دلوقتي خليكم كده معايا وتشوفوا انا هحطها امتى. بس الحلبه دي عشان ما نقعش في غلط ما بتتحمرش مع المكونات دي. تمام عشان نطلع حلبه طعمها حلو. بصوا يا حبايبي نشوف بقى كده الحلبه والسمسم والسوداني كده لو لقيتيه بيقرمش. نشوف الحاجه كده لو لقيتيها قرمشت كده يبقى ننزل بالعسل. انا هستنى شويه. كفايه. السوداني والسمسم ابتدوا بقى يتحمصوا. انزل بقى ايه بسم الله الرحمن الرحيم بالعسل بتاعي. خلي بالكم يا جماعه وانتوا بتحطوا العسل ما تخليش فيه اطفال جنبكم عشان الاطفال بتتحرك جنب الحاجه وكده بيبقى فيه خطوره عليهم. خلي بالكم. انا هنقله في حله بقى حالا دلوقتي. تمام. بصوا حبايبي العسل بتاعي بقى ايه هيغلي اهو وهنزل. بص انا استعملت دي ليه عشان ما فيش حاجه تهرب مني بذر ينزل في الحلبه يمررها لي لا قدر الله يعني. نص ليمونه اهو. بلاش تستخدمي العصاره عشان ما فيش حاجه ايه تهرب منك في الحل. تمام. ادي ايه نص الليمونه ونحط ذره ملح زي ما احنا متعودين في كل حاجه بنحط ذره ملح. ذره صغنونه خالص. بسم الله. بصوا ذره ملح صغنونه حبايبي بقى هسيبها بقى تغلي كده وتعقد شويه وهقول لكم في الاخر احنا بنعرف ازاي ان هي عقدت. انا ايه سايباها بقى تغلي اهي. حبايبي بصي انت بقى حبيبتي ايه انا مهديه النار خالص يعني. انا هقول لك بقى على شويه معلومات كده على الهادي وحله كبيره جدا اهي. يعني انا كان حبه العسل كانوا جايين في ربع الحله. بصي لما بيفور بيطلع لحد فوق خالص. بصي بيرتفع ازاي. فضروري يكون في حاجه واسعه. تمام. تالت حاجه بلاش الاستانلس لان الاستانلس حامي ودرجه حرارته بتبقى اعلى من الالومنيوم. هيتعبك. خليكي في الالومنيوم او انت بقى بتستخدمي جرانيت او حاجه تانية. تمام. لو مفيش يبقى هو الالومنيوم انما بعيد عن الاستانلس. وتجربي العسل في طبق.
تمام. لما تحس ان هو تقل معاكي، يعني مش تقل قوي، يعني تقل كده شويه كده، خلاص هو كده اتعمل. ولما بيبرد هيتقل خالص. وانزل بقى بالحلبه بتاعتي. يجي بقى حبايبي الحلبه دي اخر حاجه بتتحط، لان بتقلب لا قدر الله بمراره. ارشها بقى كده تمام، واقلبها كويس وخلاص. انا حاطه تمام، يعني انا بقلب كده تاخد غلوه واحده بس وهطفي عليها. تمام كده حبايبي، اهي اهي بس انا طفيت خلاص. تمام يا حبايبي، وهغرفها. حبايبي طبق الحلبة بتاعنا الجميل اهو. الحلبة بتاعتنا خلصت، واعمليها بنفس الخطوات اللي قلتلك عليها، وطعمها مش قادرة اقولك تحفة 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 بجد، تحفة. وحبايبي اعمليها بنفس الخطوات، وحطي الحلبة اخر حاجة خالص قبل ما تطفي زي ما قلتلك. ودوقي بقى وجربي حلبة سلوى جودة او مفتقة سلوى جودة. واشوفكم على خير يا حبايبي في وصفة جديدة من مطبخ سلوى جودة.